للأسف سقطنا في الشعبوية المقيتة، وحفيظ الدراجي يعني يتسبب في فتن ليس بين الجزائر والمغرب فقط، وأيضا بين تونس والجزائر. لا تستطيع أن تقول، لا أستطيع أن لا أجد ربما الكلمات المناسبة للتعمير لحجم والتأثير السلبي الذي تسبب فيه بفتنة بين الجماهير التونسية والجزائرية لحد يعني لا يعقل. تطاحن وحروب فيسبوكية عن ماذا؟ عن مباراة كرة قدم ونتيجة كرة قدم. لماذا كل هذا اللغط؟ أنا أعتقد أنه حفيظ الدراجي وغير ومن يشبهونه سقطوا في الشعبوية المقيتة، ويجب أن يقول لهم وأن نقول لهم القانون ستوب، توقفوا، لأنه لا يعقل يعني أن تتحول ملاعب كرة القدم أو ساحات التعليق الرياضي إلى ساحات فتن وبث الرسائل السياسية وبث ربما الفتن بين الشعوب المغاربية. لا يعقل. هذه كرة قدم، هذه لعبة كرة قدم مبنية على الروح الرياضية وعلى التآخي والتحابب. هي نتيجة كرة قدم وتنتهي المباراة. وهل هي مسألة حياة أو موت؟ أبدا. تلتقي تونس والجزائر، وتلتقي تونس والمغرب، وتلتقي الجزائر والمغرب وتونس اليوم وغدا وبعد غدا. يعني هذه رحلة حياة وليست مباراة واحدة. وبالتالي أنا أعتقد يجب أن تكون هناك مدونة سلوك وأخلاق حتى تحترم الشعوب المغاربية، فنحن جيران ونحن أشقاء في اللغة والدين. يعني ما هذا الذي يحدث؟ هذه فتنة حقيقية أعتقد أنا، ويجب أن نقف ضدها جميعا.